السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل اطعم والذ بسكوت. ممكن تجربوه، بسكوت من غير فرن ومن غير ماده دهنيه خالص، يعني بسكوت بسيط جدا بس طعمه بجد فظيع. لازم تجربوه، ينفع لاي حد عامل نظام دايت، سواء كيتو او نظام دايت عادي او حتى للاطفال. مفيد ومغذي وكمان لذيذ قوي قوي. طعمه بجد مش هتتخيلوا البساطه بتاعته، وهيطلع بالطعم اللذيذ ده. شايفين شكله وريحته كمان بجد حلو قوي قوي قوي. ده انت لو خدتي لك واحده او اتنين في اليوم هتحسي ان انت يعني كلتي حاجه حلوه وطعمها لذيذ، وكمان يعني تعتبر من الحلويات بس من غير المكونات اللي هي التقيله اللي انتوا عارفينها، الدقيق والسكر والكلام ده كله. احنا النهارده هنعمل مع بعض اصابع اللوز الغنيه. دي عباره عن كوبايه لوز. طبعا انتوا تقدروا يعني المكسرات دي تستبدلوها زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن بدل اللوز سوداني. طب انا كنت عملت وصفه قبل كده بالسوداني وكمان كانت تحفه. انا المره دي عاملاها باللوز. طعمها كمان غني وحلو جدا. هي كوبايه لوز واحده بس هتطلع لكم يعني كميه كتيره جدا، يعني هتقعد معاكي في التلاجة فتره. فاهمين قصدي ايه؟ فيعتبر يعني مش مكلف بالنسبه للناس اللي هي عامله كيتو، بتاخد حاجات بدقيق اللوز والكلام ده كله. ده هيبقى بالنسبه لها حلو جدا، وكمان طعمه غني قوي قوي قوي، هيقعد معاكي فتره كمان في التلاجة. فاول حاجه عندي اللوز، جبت دول تقريبا حوالي كوبايه بالظبط. انا حمصتهم في الفرن كده نص تحميصه عشان برضو يكون طعمه لذيذ وحلو، طبعا من غير ملح. وبعد كده هبتدي ان انا اطحنه في الكبه، اطحنه ناعم خالص، بس مش زي الدقيق يعني، بس طحنه شويه. طبعا زي ما قلت لك، عايز تستغني عن اللوز وتستخدمي اي نوع مكسرات تاني دي براحتك. ممكن انت تستخدمي سوداني، ممكن تستخدمي عين جمل، بندق، اي حاجه. وحطيت كمان معلقتين من جوز الهند، ده اختياري، ومعلقتين من الكاكاو الخام. طبعا الكاكاو بيرفع الحرق جدا، كاكاو خام. ورشه قرفه، ومعلقه كبيره من السمسم، وكمان عندي رشه من القهوه سريعه الذوبان. وهبتدي ان انا اطحن الكلام ده كله مع بعض. سوري، كمان نسيت اقول لكم ان احنا حطينا كمان بالظبط يعني معلقتين تمر، هما تقريبا يعني 4 حبات تمر كبار. وهبتدي بقى ان انا اربط العجينه ازاي، زي المره اللي فاتت ربطناها بالعسل النحل. تقريبا معلقه كبيره، او معلقه كبيره لمعلقتين، مش هتاخد اكتر من كده. السعرات كمان الحراريه بتاعته تعتبر تكاد لا تذكر، بسيطه جدا بالنسبه لو انت كلتي اي حلو تاني. وكمان ان هو بيشبع، يعني فاهمين قصدي ايه؟ يعني انتوا بتاكلوا حاجه وبتشبعكوا، كمان طعمها حلو. هبتدي بقى ان انا الم العجين بتاعي. هعمله بقى استعملوه الشكل اللي انتوا عايزينه، او اي حجم انتوا تفضلوه. حجم صغير، حجم كبير، اي حاجه. طب لو انتوا مش عايزين تستخدموا عسل النحل وعايزين تلموا العجينه بحاجه تانية، ممكن تلموها بشويه حليب، بشويه لبن، او معلقتين من الزيت. بس يعني العسل هو افضل شيء في الوصفه ديت. بس زي ما قلت لكم في اختيارات تانية لو انتوا مش حابين العسل، تلموها عادي بالزيت او باللبن. وهبتدي بقى اعمله شكل الصوابع اللي انا عملتها. طبعا تعملوها قلوب، تقطعوها بالقطاعات بين كيسين نايلون، براحتك. اعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه. هي عجينه سلسه جدا وبسيطه، زي ما انتم شايفين. اسرع بسكوت حلو ممكن تعملوه كمان في المناسبات، حلو جدا، والاطفال كمان مش هيحسوا بطعمه. بس طبعا شيلوا لهم رشه القهوه. ممكن تعملوه بقى بالسوداني، تدخلوا مكسرات تانية، تدخلوا حبوب زي بذور الشيا، زي بذر الكتان. كل ده برضك هيفرق في الطعم جدا. وكمان السمسم اللي احنا حاطينه ده كمان ممتاز قوي برضه. زي ما انتم شايفين، وصفه سهله وبسيطه وسريعه. يا دوبك هتدخليها التلاجة لمدة ربع ساعة بس أو 10 دقايق. أول ما تمسك كده مع بعض هنبتدي إن احنا نحضر الشوكولاتة الدارك. ناس كتير بتقولي طب ما الشوكولاتة الدارك بيبقى فيها نسبة سكر ومش صحية، يعني أحسن حاجة. احنا مش بناخد منها مقدار كبير خالص، يعني ده هو بالظبط 4 مكعبات أو 6 مكعبات. سيحناهم وكمان ما خدناهمش كلهم، يعني كل أصلا مقدار من الشوكولاتة ما بياخدش حاجة خالص، بسيط جدا. بس بيكون طعمه ده اللي بيفرق، بس في طعم بيخلي طعمها حلو. عايز تستغني عنها خالص وتستكفي بيها كده بس، مفيش أي مشكلة. شوكولاته بيضه بقى، او الشوكولاته اللي هي الدارك الغامقه، مع شويه مكسرات. طبعا التزيين ده براحتك، مش عايزه منه خالص زي ما قلت لك، ما فيش اي مشكله، بلاش منه خالص. بس هو بس بيزود طعمه، يعني بيخلي طعمها مميز بصراحه، غير ما انت بتاكليها كده. وزي يعني انتوا شايفين المقدار ده كله اللي انا حطاه في البوله ده، يعني بالظبط اللي هو نص قالب الشوكولاته. وكمان ما اخدناهوش كله، يعني انا كنت بعمل وصفات تانية وعملت منها برضو واتبقى تاني. بس نقوا نوعية شوكولاتة دارك حلوة، وما يكونش فيها نسبة سكر. وهبتدي بقى ان انا خلاص احط صوابع البسكوت دي، وابتدي ان انا استنى عليهم ان هم يبردوا سنه صغيرين، هو سوري ان هم يمسكوا بس شويه صغيرين، مش شرط في التلاجة لان هي الشوكولاته الدارك بتمسك على طول. وبعد ما ابتدي ان انا اخلصهم، ابتدي ان انا احطهم في علبه محكمه، يعني قفل كويس، واحطها في التلاجة. هتقعد معاكي فتره كبيره جدا، ممكن يقعد معاكي اسبوع، خصوصا لو انتوا طلعتوا مثلا كل يوم قطعه او قطعتين بس تاكلوها.
شايفين شكلها عامل ازاي؟ ريحتها بجد فظيعه، لازم تجربوا الوصفه دي. الدورانات دول اللي انا كنت عاملاهم اللي هم كانوا بالسوداني، برضه طعمها حلو جدا 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 الناس اللي بتحب السوداني، ويعتبر مش مكلف زي اللوز. عندكم الاتنين، شوفوا الخيار اللي انتوا بتحبوه يعني فيهم الاختيار اللي انتوا عايزينه. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم اللايك والشير. كنت معاكم اسراء طارق، سلام عليكم.